كابتن عمر، عندنا مجموعه مواجهات، هقول لحضرتك المواجهات وحضرتك تختار مين يعدي من مين. جزر القمر في مواجهه نيجيريا. 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 اعتقد نيجيريا اقرب. نيجيريا تصعد. السنغال والجابون. السنغال. السنغال. عظيم. جنوب افريقيا ومالي. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا تعدي مالي. وكوتيفوار في مواجهه بوركينا فاسو. ماتش صعب لكن كوت ديفوار. لكن كوتيفوار منتخب قوي الحقيقه. قوي طبعا. طيب الناحيه الثانيه مصر في، يا خبر ابيض، مصر في مواجهه الكاميرون. كنا لسه بنتكلم على فاينل 86 مصر والكاميرون. لا مصر. الكاميرون مش في احسن حالاته. حتى في ما وصلوش كاس العالم. ما وصلوش، وبالتالي يعني الكره الى حد ما المستويات مش زي زمان. وصامويل ايتو قام باستبعاد 2 من نجوم الفريق وغير المدرب. المغرب في مواجهه السودان. لا المغرب طبعا. المغرب. منتخب المغرب. الجزائر في مواجهه الكونغو. الجزائر تعدي الكونغو. والمواجهه الاخيره في دور ال 16 هي مواجهه تونس وانجولا. لا تونس اقرب. تونس اقرب. منتخب تونس رغم ان انجولا منتخب كويس ومنظم طبعا. لكن تونس خبراته اكتر. بيلعبوا كره حلوه الحقيقه. طبعا. انجولا وكونغو الديمقراطيه وجنوب افريقيا منتخبات مميزه جدا. طيب نيجيريا في مواجهه السنغال يا كابتن عمر، دي مواجهه ضرب نار دي. مواجهه صعبه جدا. بس اعتقد السنغال اقرب. السنغال اقرب. فريق شرس جدا، معاه مدرب محلي لكنه فريق في منتهى القوه. لا وعندهم كره حلوه. يعني كره حلوه وتحس ان وانت بتستمتع وانت بتتفرج عليه. قوه وسرعه واحترافيه، طبعا كلهم محترفين في الدوريات. وان كان نيجيريا الحقيقه بيعتمد على مهاجم اوحد اللي هو اوسيمين الحقيقه. طبعا. من غيره اعتقد بيفقد نص قوته الهجوميه، ويمكن شفناهم حتى في مباراه مصر امبارح. صح. تقريبا ما ضيعوش فرصه بمعنى الفرصه. فيكتور اوسيمين طبعا نجمهم الاول، ومعاه لوكمان وايوبي. بعدين عندنا مواجهه هنا ما بين جنوب افريقيا وكوتيفوار. ماتش صعب برضه. ماتش صعب. لكن انا شايف جنوب افريقيا الى حد ما ممكن يكون اقرب. يبقى جنوب افريقيا مع هوجو بروسيل البلجيكي تعبر هذا اللقاء. الناحيه الثانيه كابتن عمر، اختيار حضرتك لمصر في المركز الثاني. وصلنا لمواجهه ناريه في دور الثمانيه ما بين مصر والمغرب. ماتش مش سهل الحقيقه، صعب انك تتنبأ، لكن يعني الى حد ما الكفه بتميل للمغرب لعوامل كثيره جدا. رابع عالم، الكره في المغرب الحقيقه بقى لها فتره. صح. على كل المستويات، حاجه غير عاديه. مجموعه محترفين اقوياء جدا طبعا. اصبح فريق ذو شأن على المستوى العالمي مش الافريقي فقط. فانا شايف ان الحقيقه لو حصلت المواجهه دي يبقى الاغلبيه في مصلحه منتخب. اغلبيه نسبيه لصالحهم، والملعب والجمهور. يعني في عوامل كتيره ممكن ترجح كفتهم، وان كان مباريات مصر والمغرب ملهاش معايير. يعني ممكن مصر طبعا تفوز في هذا اليوم، لكن انا العوامل اللي قلتها بترجح كفه المغرب. يبقى المغرب هنا بناء على كلام كابتن محمد عمر. وتحت هنا في الجزائر وتونس. برضه ماتش. هو هنا الجزء ده كابتن فيه الرباعي الشمال الافريقي. مصر مغرب تونس الجزائر. يعني ممكن الكفه تميل للجزائر. اعتقد الجزائر تعبر تونس عشان نعدي من ديربي عربي وهيبقى انتظرنا واحد تاني في نصف النهائي. الناحيه الثانيه السنغال في مواجهه جنوب افريقيا. ده الماتشات ايه دي؟ يعني انا اعتقد السنغال فرصتها اكبر. يبقى هنا حسب توقعات كابتن عمر السنغال تنهي مغامره جنوب افريقيا والسنغال تصل الى النهائي. مره اخرى مواجهه عربيه قويه جدا ايضا ما بين المغرب والجزائر. لا المغرب برضه. المغرب اقرب للعوامل اللي اتكلمنا عليها في مباراه مصر. المغرب تعبر الجزائر عشان يكون النهائي مغرب سنغال. المغرب. حضرتك شايف ان هم مرشح الاول الحقيقه، وده كلام منطقي والكل يعلم ده جدا يا كابتن، لكن المغرب هي بطل. المغرب زي ما قلنا يعني عندهم امور كثيره جدا بترجح كفتهم الحقيقه يعني، واهمها الجمهور، كم المحترفين اللي موجودين طبعا. النهضه الكرويه اللي موجوده على مستوى كل الاعمار السنيه. كل شيء مهيئ الحقيقه للمغرب اللي بقاله برضه اعتقد فتره طويله بعيد عن البطوله الافريقيه او ما حصلش عليها يعني.
وبالتالي خدوهاش هم غير مره واحده سنه 1976 وكانت بره حدود المغرب. كابتن عمر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتشرفت بوجودي مع حضرتك. حبيبي يا اسلام، انا الشرف ليا يا حبيبي. اشكرك. شكرا. ما بين نصايح كابتن محمد عمر لكابتن حسام حسن قبل بدايه البطوله، بكل تاكيد نتمنى كل التوفيق لكابتن حسام ولاعيبه منتخبنا في هذه البطوله اللي اختارها في الطريق النهائي كابتن عمر بوجود منتخب المغرب كبطل لهذه البطوله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونلتقي ان شاء الله في حلقه جديده من الطريق الى النهائي.